يعني قراءة الفاتحة ركن كما هو معلوم، فإذا أبدل الإنسان حرفا مكان حرف وتغير المعنى، جماهير أهل العلم تبطل الفاتحة. يعني مثلا قال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت يعني هو الذي أنعم، هو الفاعل، والآية صراط الذين أنعمت أنت يا الله، فلما ينسب الإنعام لنفسه تغير المعنى تماما، فمثل هذه الحالة يقول تبطل الفاتحة. كذلك لو قرأ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، قرأها بالتخفيف إياك نعبد وإياك، ما شدد الياء. قالوا كذلك أن إياك اسم للشمس، فلما يقول إياك نعبد إياك نستعين يعني كأنه يقول الشمس نعبد الشمس نستعين، كذلك هذا لا يجوز وتبطل. لكن اختلف أهل العلم في الضالين، قالوا لأن الضالين غير الضالين، الضالين المنحرفين، الضالين يعني جالسين مكانهم، فهنا تغير المعنى. أكثر أهل العلم ذكر الإمام النووي أنها تبطل الفاتحة إذا كان اللحن جليا وغير المعنى، فإنها تبطل الصلاة.